طيب اللي واصلني قبل الهوا ان خلاص ربما يكون هناك اتفاق بالتراضي على تقسيط المبلغ مع ابو طيب، ولكن في معلومتين لازم اخدهم منك قبل ما اقول سلام عليكم. هل بالفعل الزمالك سحب قرض او طلب قرض 8 مليون دولار لحل موضوع القيد والصفقات؟ عندك معلومه بده؟ والله هو بص، هو يعني تناثرت انباء، بس يعني انا شايف ان ده الاقرب للواقع. وانا سامع ان احد البنوك الوطنيه، يعني القرض من احد، يعني هو ال 2 مليون دولار اللي جاي من الكونفدراليه هيتكمل عليهم في خالد بوطيب وحاجات ثانيه باتشيكو والكلام ده كله. مليون و600 مليون و600 بالنسبه للكونفدراليه، ده غير ممكن يتخصم منك. لا، في خصومات، 500,000 في خصومات، لان الزمالك واخد 400,000 قبل كده. الزمالك خد قرض في اول ما المجلس مسك، خد قرض، وفعلا في كلام ان هو هياخد قرض 8 مليون.